في واحدة من روائع السينما المصرية ومن روائع كاتب السيناريو محمود أبو زيد، تحديدا في فيلم الكيف، والمشهد الشهير اللي جمع الفنان العظيم الراحل محمود عبد العزيز بالنجم فؤاد خليل، وهو بيقول له قول يا ستموني قول والكيمي كيمي كا. بس احنا بقى في زماننا الكيمي كيمي كا مش هشجع الأهلي يا. يمكن محمود أبو زيد والنجم الكبير ومجموعة العمل العظيمة اللي قدمت وكتبت ثلاثية عظيمة خالدة في تاريخ السينما المصرية، مرت سنين طويلة جدا جدا عشان نستشهد بيها في اليومين دول. يمكن احنا بلغة تانية او بصيغة تانية اقل ذكاء واقل وصولا للناس بمختلف مستوياتها الثقافية بنقول لكل مقام مقال. مش معقولة ابدا ابدا تبقى في حفلة عالمية ويبقى كل الناس مبسوطة وكل الناس سعيدة وبتشعر بالفخر وكل الناس موجودة من بدري ومجهزة نفسها لتتأهب وتستعد وتنتظر حدث عالمي كبير فريد، فأنت من أجل الترند ومن أجل الاختلاف مع إقرارنا إن العالم كله فيه اختلاف، لكن هرجع وأقول لكل مقام مقال. عادي جدا جدا، محدش ينكر حق حد في وجهة نظره، لكن امتى تتقال وازاي تتقال والهدف ايه من اللي بيتقال، خصوصا اذا كنت نجم، وخصوصا اذا كنت واحد من اللاعبين اللي مارسوا لعبة كرة القدم. عارفين حضراتكم انا اقصد ايه؟ أنا أقصد إن اللي لعب رياضة ولعب كرة قدم فاهم كويس جدا جدا قيمة الكورة وقيمة الرياضة. الرياضة يا سادة صحيح تنافس وبطولات وتشجيع وحماس وانتماء وزي ما انت عايز تقول قول، لكن في الأخير هو إعلاء للقيم الروحية: التنافس، روح الفريق، تقبل الهزيمة، ازاي تشتغل مع مجموعة عمل، ازاي يبقى عندك طموح وحلم وتجري وراه وتتعب وتجتهد عشان توصل له. قيم روحية. لكن غير مقبول ابدا ابدا ان انت يبقى كلامك من باب الاختلاف تحض على الكراهية وتحض على الفرقة وتحض على التفرقة بين النسيج الواحد. هو احنا مش طول عمرنا بنقول ان مصر ديت بلد قوية لاننا نسيج واحد متشابك؟ عارف في كرة القدم في اهلي وفي زمالك وفي اسماعيلي وفي مصري وفي اتحاد وفي محلة وفي زي ما انت عايز، لكن برضو زي ما انت عارف كلنا كنا ورا النادي الإسماعيلي في سنة 69 وملعب القاهرة الدولي يشهد لما فازوا الدراويش بأول بطولة قارية مصرية، وكنا كلنا موجودين لما فاز النادي الإسماعيلي على الإنجلبير مازيمبي، وبرضو كلنا كنا موجودين لما نادي الزمالك حقق ألقابه وبطولاته، وبرضو كلنا كنا فخورين لما النادي الأهلي أمتعنا وأسعدنا ورفع هامتنا ورفع اسم بلدنا لما شرفنا في كل المحافل العالمية، سواء في القرعة أو في الأربع برونزيات في كأس العالم للأندية أو في الألقاب القارية. ده طبيعي.
طب الأهلاوي ما بيشجعش غير الأهلي؟ صح. والزملكاوي ما يشجعش غير الزمالك؟ برضه صح. لكن امتى تتقال؟ والهدف من الرسالة ايه؟ هو ده الكلام اللي أثار لغط كبير جدا جدا خلال الأيام اللي فاتت. طبعا كلنا عارفين أحمد حسام قال ايه وأيمن عبد العزيز قال ايه، نجوم كبار ليهم تاريخ وليهم أنصار وليهم متابعين، وعشان كده كلنا حملناهم المسؤولية، لأن الكبير لازم يبقى كلامه كبير، ولازم يبقى على قدر المسؤولية، ولازم يبقى كلامه دايما فيه توعية، فيه المصلحة الكبيرة، مش بحث على ترند أو بحث على دغدغة مشاعر بعض الجماهير، بعض المنتمين، بعض المتعصبين. لكن العاقلين عارفين ان الكلام دوت بعيدا تماما عن المصلحة، رغم اقرارنا ونشهد ان احنا مختلفين، وكل واحد بيحب فرقته وبيتفانى في حب فرقته. لكن احنا في البطولة دي ما عندناش الا ممثل واحد، فريق واحد، هو اللي هيتقال عليه الفريق المصري اللي بيشارك في بطولة عالمية. هو معقول أشجع فريق أمريكي ضد فريق مصري بيلعب على أرض الولايات المتحدة الأمريكية؟ ولا شجع البرازيل على منتخب مصر؟ ولا شجع البرتغال لما يواجه مصر؟ ده احنا يا سادة لما ما كناش بنوصل كاس العالم كنا بنتفرج على ماتشات الكاميرون وبنفرح مع كل هدف بيسجله ميلا أو أمام بك، كأنه حسام حسن هو اللي جاب الجون، كأن عمرو زكي، كأن ميدو نفسه هو اللي جاب الجون. حد يقدر يقول إن إحنا ما كناش فخورين بأسود الأطلس وهم متجليين وهم مبدعين في كاس العالم اللي فاتت، ولما كسبوا المركز الرابع كلنا كنا فخورين؟ أنا مش عايز أقول الأمثال المصرية بتقول إيه، لكن أنا عايز أقول الكلمة أمانة، الكلمة نور، وبعض الكلمات قبور. لا ده هيزود من نادي الزمالك في شيء، ولا الكلام ده هيقلل من نادي الأهلي شيء، لكن الكلام ده ممكن يبقى له أثر خطير. وإحنا في كرة القدم المصرية عانينا كتير وفقدنا أولاد في سن الظهور، وكلنا لغاية دلوقتي بنعاني، رغم إن إحنا طول عمرنا ناس طيبين بنحب الكورة وبنعشقها، بس بنحب أكتر وأكتر إن إحنا نبقى مصريين. لغاية كده أنا الحمد لله رضيت ضميري وقلت اللي بداخلي، ومن أجل كل الجماهير اللي أنا بحترمها وبقدرها. وفي الأخير بشكركم أصدقائي جدا على حسن المتابعة، على أمل إن شاء الله إن احنا نتقابل في حلقة جديدة من القطايف واللطايف وآي ميديا. وادي القطايف واللطايف وكل الحلويات والمسكلات